يا مساء الدفا، شفتوا اللي حصل؟ الشتا قرر يرجع لينا بالحب من تاني، والجو قلب فجأة. وانا بصراحة ما قدرتش اقاوم المنظر ده من غير ما اتدخل. قلت هو ده وقت الراعي الرسمي للدفا. النهاردة هنعمل مع بعض عظمة. هنعمل طبق عدس يخليكم تنسوا التكتكة، وتقوموا كده وتتحفزوا وتعملوه في الجو الجميل اللي معانا النهاردة. وهشارككم طريقتي الخاصة في احلى واسرع شوربة عدس تخلي البيت كله ريحته دفى ونشاط. جهزوا كده العيش المحمص، ويلا بينا نبدأ الفيديو. وكالعادة نسمي الله. زي ما انتم شايفين، اول حاجة جبت نص كيلو عدس اصفر، نقيته كويس جدا. اهم حاجة ان احنا ننقيه كويس جدا عشان كده ناكل حاجة بطعم وريحة الخير والزمان والاكل الجميل. بدأت طبعا ان انا اغسله على الحنفية واخلي مية جارية كده حواليه. زي ما انتم شايفين غسلته مرة واتنين وتلاتة، لان بصراحة يعني انا فرحت جدا. فرحت كده لما لقيت الجو شتي والسما مطرت. فرحت جدا لان انا بحب بصراحة شوربة العدس. فكنت معتقدة ان انا مش هاكلها تاني غير في الشتاء الجاي. لكن بصراحة الجو فجأة كده قلب لندن يعني. بس احنا طبعا ما يهمناش، احنا قدها وقدود نواجه الساعة دي بأقوى سلاح مصري عرفه التاريخ: شوربة العدس الخطيرة بتكتها اللي تخليكي تقومي تعمليها حالا، تخليكي كده كلك نشاط وحماس ودفى. مفيش كسل طبعا. نبدأ مع بعض. نغسل العدس بتاعنا كويس، وبعدين نحطه على النار ببصلتين وطماطميتين وخمس ست كده فصوص توم. كله يتسلق مع بعضه، ضروري جدا كله يتسلق مع بعضه بمعلقة كمون كده ومعلقة ملح، ونسيبهم كده ياخدوا من بعضيهم. في ناس ما بتحبش تحط ملح في السليق، لكن انا بحب احط معلقه صغيره خالص علشان بس يعني كله يشرب من بعضه كده، متبقاش الحاجه مايعه. تاني حاجه طبعا كنت جايبه ربطه خاص. طبعا لازم كده مع العدس خاص وبصل بقى، ونعيش الاجواء وتحسوا كمان ان الخضار طلع ونعنع كده. تحس فعلا ان الشتاء راجع من جديد. فما شاء الله عجبني لما لقيت خاص في السوق. اتبسطت جدا، قلت لا هي شوربه عدس يعني شوربه عدس، نشارك كده حبايبنا شوربه العدس الجميله. بدأت أغسل الخس بتاعنا، أغسله يعني وشرشره كده. لكن بصراحة مني برضو احنا يعني الشتاء مش قوي يعني، ما كان الفترة اللي فاتت كان في موجة حر، فكان الخضار زي ما يكون حروق في الأراضي. فبصراحة يعني لقيت الورق بتاعه مش عريض. يعني لو كان عريض كمان كنت شاركتكم معايا حلة محشي كده بورق الخس، لكن ما كانش مساعدني بصراحة. فأنا خلاص يعني نضفت الخس كويس ونضفت البصل كويس، وبعدين كده يعني غسلتهم على الحوض غسلة محترمة، غسلة من اللي قلبك يحبها. لأن في شتاء يبقى الخس بتاعنا كله طين، فلازم ننضفه عشان أولادنا طبعا، أو إحنا لما ناكل الخس ناكله نضيف. وكذلك البصل. في ناس هتقول إحنا ما بنحبش البصل. إيه، ما بنحبش البصل عموما. حتى لو ما بتحبوش هو الراعي الرسمي مع مع شوربة العدس. فما شاء الله سبحان الله الخير دايما موجود. ربنا يعم علينا وعليكم نعمة الخير ونعمة الصحة ونعمة الرضا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. ويجعل كده الشتاء دون خير على الأمة الإسلامية والأمة العربية جميعا. فبدأت كده يا جماعة زي ما انتم شايفين ان انا اشرشر الخس انضف. يعني انا فضلت في الخس ده فتره طويله، بس انا طبعا مسرعه الفيديو عشان ما تزهقوش مني وما تملوش مني. مع الرغم ان انا بحب اقضي اوقاتي كلها معاكم بكل حب، بس بصراحه يعني اكتر حاجه انبسطت منها النهارده جو الشتاء وجو الدفا. بجد الواحد كان زعلان جدا ان الدنيا ما بتمطرش، وان كده الدفا والخير بتاع زمان حسيته كده قل. لكن لما لقيت كده قمت كده على تكات المية وهي نازلة على الشباك وهي نايمة، اتبسطت جدا جدا جدا. مش قادرة اوصف لكم يعني مدى سعادتي ساعتها بصراحة. ربنا يجعل الخير كده دايما مالي بيوتنا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين علقت على العدس ان هو يتسلق كده مع نفسه وياخد ويدي مع نفسه، وفي نفس الوقت ان احنا ما نقفش يعني، لا نشغل نفسينا. اي حاجة نعملها نحط دور غسيل في الغسالة، نرتب السراير، نعمل الاكل اللي هنعمله حوالين العدس، سواء بقى هنعمل عيش محمص، سواء هنعمل شوربة عدس مثلا، نجهز المخلل، نجهز الخضار، نجهز أي حاجة هنعملها. ما نقفش يعني، ما نقفش ما نحطش الأكل ونقف جنبه. احنا نشتغل كده ونخلي كده بيتنا كله مليان حركة ونشاط. وعايز أقول حاجة كمان يا جماعة، بالنسبة بشوف يعني ناس كتيرة جدا بتكون يعني بشوفها على المواقع التواصل سواء الفيس أو اليوتيوب او اي مواقع تواصل، ان هم بيشتكوا يعني اطفالهم بيبهدلوا الدنيا. احنا اللي بنعمله بنهده، بنلاقي اولادنا يهدوه في ثانيه. فعايزه اقول حاجه في النقطه دي، لان بصراحه كل فيديو بكون حابه اتكلم في النقطه دي. لكن يعني الفيديو بياخدني كده معاكم وبنسى. عايزه اقول لكم
يعني ربنا يصلحها لكم ويخلّي أولادكم كده مالية المكان. نعمة الأطفال دي نعمة جميلة جدًا، البيت اللي فيه حركة، اللي فيه نشاط، اللي تلاقي الأطفال بيهدّوا وأنتِ بتعملي، احمدي ربنا على النعمة دي، نعمة كبيرة جدًا، ربنا يعني يجعلها كده في بيوتنا جميعًا، إن إحنا نلاقي أطفالنا اللي نعمله يهدّوه وإحنا نرجع نعمل تاني، نعمل بكل حُب ونكون مبسوطين جدًا إن إحنا بنعمل لأولادنا، ما فيش أجمل من كده. سيبكم أنتم من البيت اللي دايمًا مترتّب، البيت اللي دايمًا مترتّب ده كُلّه طاقة سلبية. في ناس كتيرة يعني ربنا يرزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة، ناس كتيرة ما بيكونش ربنا رازقها بالخَلَف، فهي بتكون مَلَّت عندها ملل رهيب جدًا، إن مش لاقية حد يبوّظ لها الشقة، مش لاقية حد يكركب لها الدنيا، بتتمنى النعمة دي. فيا ريت بجد ما اشوفش البوستات دي كتير على الفيس ولا على المواقع التواصل، لإن أنا بازعل جدًا. أنا عندي أولاد وكل يوم بارتّب وراهم مرّة و2 و10، وباكون باعمل كل ده بحُب وباكون سعيدة جدًا، وباقول ربنا يديمهم نعمة وتكون موجودة دايمًا في البيت ويبهدلوا. هييجي يوم من الأيام هيتجوّزوا واللي هيروح جيشه واللي هيروح كُلّيته وهيبعدوا عني، ساعتها هاحس فعلًا بالقيمة دي. فأنا باتكلّم الكلام ده بناءً عن أي حد بيكون يفضل يقول نعمل إيه في الأطفال اللي بتدهول الدنيا، نعمل إيه في الأطفال اللي بتبوظ البيت. لأ والله دي نعمة كبيرة جدًا من ربنا، احمدوا ربنا عليها، ربنا يعني يجعلها كده في بيوتكم وما يزولهاش أبدًا، اللهم آمين يا رب العالمين. طوّلت عليكم طبعًا في النقطة ديّة لإن أنا كنت حابة أتكلّم فيها بصراحة، وانتهزت كده الفرصة الجميلة بمناسبة بقى الشتا والأجواء الجميلة، وبمناسبة كمان إن النهارده كان أجازة من المدارس والأولاد طول النهار في البيت، وزي ما باقول لكم كده كركبة وإحنا نعدل وراهم لإن ده واجبنا، وإحنا بنكون فرحانين جدًا وبنعمل الحاجات دي بحُب. تاني حاجة معانا زي ما أنتم شايفين كده بدأت بقى العدس بتاعي اتسلق، بدأت طبعًا إنّني أعمل ليه بصلة بفصّين توم كده أحمّرهم، والعدس طبعًا فرمته في الخلاط. في ناس بتحب تصفّيه بالمصفى، لكن بصراحة أنا أعصابي تعبانة ما باقدرش أصفّي بالمصفى، ففرمته بالخلاط أو بالهاند بلندر أي حاجة عندِك عادي جدًا اشتغلي بيها هتبقى تمام وجميلة إن شاء الله، وإيدِك هتطلّع أحلى وأجمل عدس ممكن تاكليه بإذن الله. زي ما أنتم شايفين كده فرمته في الخلاط وبعدين نزلت طبعًا نزلت بيه على البصل بالثوم، وبعدين حمّرت الشعرية يعني شوية شعرية كده حمّرتهم عشان بس العدس بتاعي يكون لافف، وزي ما أنتم شايفين برضه حطيت معلقتين صلصة، معلقتين الصلصة دول بيخلّوا طعمه في حتة تانية خالص، وده كيس اللي أنا حطيته يا جماعة معلقة اللي هي 11 بهار، 11 بهار دي ضروري جدًا باحب أحطها على العدس بتدّي له طعم رهيب جدًا، وبكده نكون عملنا مع بعض أحلى وأطعم طبق عدس ممكن تاكلوه، وبألف هنا وشفا يا رب. وعايزة أقول لكم إن بجد الريحة تجنن والدفا ما لوش حل، قولوا لي بقى في الكومنتات أنتم من فريق شوربة العدس بالمعلقة والّا فريق الفتة والعيش المحمص؟ مستنية أشوف تطبيقاتكم للوصفة دي، ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليَّ باللايك والاشتراك عشان طبعًا العيلة الكبيرة دي تكبر بيكم ونكبر مع بعض بإذن الله. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، كنت معكم آية، مع السلامة.